مساكم الله بالخير. السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا نشر الوعي وقوة التأثير. حلقتنا اليوم مختلفة. حلقتنا اليوم عن الرياضة والسياسة، السياسة والرياضة. ما كانت مقررة مخططة لليوم. اليوم كنت أتكلم عن استراتيجية الأمن الوطني الأمريكي وماذا تعني للعالم ولنا في دول الخليج ودول الشرق الأوسط، ولكن هذا رح يجي لبكرة، لأن اليوم اللي استفزني هو ما فعله جياني انفانتينو صديق ترامب. طبعا اليوم كان في سحب القرعة لأكبر عدد من منتخبات كأس العالم لكرة القدم، الرياضة الأولى في العالم، اللي شعارها طبعا فيفا، بأن الرياضة تجمع العالم، رياضة كرة القدم، أو ما تسمى The Planet's Biggest Party، أكبر حفل في العالم. يجرى في دولة في أمريكا الولايات المتحدة اللي ما تسمي الفوتبول تسميه سoccer، وهي أقل رياضة مشاهدة واهتماما عند الأمريكيين. يعني أنا لا أفهم كيف تجرى هذه الرياضة في أمريكا، اللي طبعا انضم لها كندا أيضا والمكسيك. ستجرى في 11 جون، تبدأ لمدة شهر 2026. وطبعا هي نسخة اللي تأتي بعد نسخة اللي استضافتها الدوحة قطر، كانت يعني مميزة جدا في الدوحة قطر. الكأس العالم الأخير اللي لأول مرة يعقد في الخريف في شهر نوفمبر، بينما جميع بطولات كأس العالم تعقد في الصيف، عندما تنتهي دوريات كرة القدم حول العالم فيأخذون شهر للمباريات. أمريكا استضافت مباريات كأس العالم في لوس أنجلوس ومدن أخرى في عام 94، وأذكر أنا كنت موجود في أمريكا في ذلك الصيف، وكانت تجرى في 11 أو 9 مدن أعتقد. وكان عدد المنتخبات اللي وصلت إلى كأس العالم 24 منتخب. اليوم جرت القرعة ل 48 منتخب في 6 منتخبات. إلى الآن في مارس راح يصير تصفية، ما يسمى الملحق، البلاي أوفز، واللي يفوز من خلالها راح ينضم إلى ال 42 منتخب اللي حجزوا مقاعدهم، وفي 12 مجموعة، كل مجموعة في 4 منتخبات. 3 نقاط مهمة. مزج الرياضة بالسياسة. يقال بأن الرياضة يعني تكسر أو تقرب البرودة في السياسة، وهذا طبعا ما أطلق عليه بينج بونج دبلوماسي، رياضة البينج بونج أو دبلوماسية البينج بونج، اللي كانت في عهد نيكسون وكيسنجر في مطلع السبعينيات، اللي كسرت الحاجز وصار في تقارب أمريكي صيني. والهدف كان لعزل الصين عن الاتحاد السوفيتي، أكبر دولتين شيوعيتين في العالم، حتى لا يشكلان تحالف قوي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن في ذلك الوقت كانت أمريكا وحلفائها الولايات المتحدة وحلفائها والاتحاد السوفيتي وحلفائها منغمسين بشكل كلي في حرب باردة ومواجهات واحتواء وديتانت، ويعني كسر عظم، دون أن توصل إلى حرب عالمية ثالثة بسبب القدرات، الموت، الهلاك الأكيد، ما أسميه نظرية ماد ميوتشوال أشورد ديستركشن لجميع الأطراف. وهذا اللي منع، فيسمى النووي يمنع الحرب النووية. فالرياضة أحيانا يعني تكون مؤشر لتقريب وجهات النظر، إذابة الجليد، تخفيف الاحتقان، وزيادة فرص يعني التقارب. ولكن أحيانا تكون الرياضة أيضا سبب لحزازيات بين الشعوب. هذا المنتخب فاز على هذا المنتخب، مثل ما نشوف في بعض الدول صارت حرب يعني في كأس العالم بين أعتقد أوروغواي وباراغواي في الثلاثينيات. وعندنا في الدول العربية أيضا، أو داخل الدولة نفسها، يعني بين أكبر فريقين في الدورة، هذا ينحاز لهذا الفريق وذاك لذلك الفريق، وتصير في مشادات
على كل، أنا اللي لفتني 3 أشياء. الشيء الأول أن الرئيس ترامب يجير كل شيء لنفسه. يعني استضاف في البيت الأبيض لجياني إنفانتينو. طبعا جياني إنفانتينو شخصية يعني مليقة، شخصية وصولية، شخصية منافقة. هو رئيس الاتحاد لكرة القدم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو سويسري من أصول إيطالية. يتزلف لترامب بشكل يعني معيب. وهو طبعا منافق، لأنه لا يجرؤ أن يعني يفعل مع إسرائيل ما فعله هو والفيفا مع روسيا. يعني روسيا عندما غزت وأخذت أراضي واحتلت أراضي وشطبتها وضمتها باستفتاء من شرق أوكرانيا 4 أقاليم، تم فورا طرد روسيا وحظر ممارساتها أو انضمامها أو لعبها في بطولات فيفا. حتى في الأولمبيكس كانت يعني الرياضيين الروس كانوا يعني يشتركون تحت علم الأولمبيكس، الأولمبياد، وليس العلم الروسي. طبعا روسيا قتلت يمكن في ذلك الوقت 2022 في فبراير، عندما اجتاحت وغزت الأراضي الأوكرانية في شرق أوكرانيا، يمكن ما كانت قتلت عدة آلاف من الأوكرانيين. وعندما طبعا يقارن ويقول له طب ليش ما لم تفعل نفس الشيء ضد إسرائيل؟ إسرائيل قتلت الآن 70,000، وقبل ذلك 10,000، وقبل ذلك 20,000، ويعني من 1,000 وفوق إلى 70,000. لماذا لم تتخذ نفس الإجراءات اللي اتخذته ضد روسيا وتتهم بارتكاب جرائم حرب؟ ونتنياهو وزير دفاع السابق يواف جالانت في مذكرات اعتقال لهم من المحكمة الجنائية الدولية. لماذا لا تحظر مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية اللي تحت إشراف الفيفا؟ فيقول الرياضة لا تتدخل بالسياسة. يا سلام، زين الرياضة تدخلت بالسياسة على روسيا، ولا على روسيا شديد العقاب يعني أنت، وعلى إسرائيل أي كلام؟ فهذا النفاق والازدواجية تضعف مكانة فيفا والرياضة وتسيء بشكل بالغ. النقطة الثانية، اخترعوا جائزة بشكل يعني مقزز ليعودوا ترامب. في نوفمبر أول مرة اخترعوا بدعة جائزة اسمها فيفا للسلام، جائزة فيفا للسلام. يا سلام، شنو هذه الجائزة فيفا للسلام؟ جائزة فيفا للسلام لترضية ترامب، ليرضى عنهم. وأعطوها لترامب اليوم في حفل مهيب في قبل إجراء قرعة فيفا، وقالوا له أنت رجل السلام، وحطوه طبعا ولازم مذهبة ذهبية، وأعطاه الجائزة الميدالية، الكأس والميدالية، وأيضا سيرتيفيكت، شهادة كبيرة، يشكرون ويهنئون ترامب لأنه رجل سلام. وطبعا ترامب ذكرهم كعادة أنه أنهى 8 حروب، وأمس وقع بين رواندا وبين كونغو الديمقراطية اتفاق سلام ممتاز، 30 سنة حرب. ولهذا السبب، ودائما ترامب يكرر مؤخرا بما فيها اليوم، أنني أنهيت 8 حروب، بما فيها الحروب يعني اللي امتدت لعقود، والحرب التاسعة في الطريق سأنهيها، اللي هي يقصد بين روسيا وأوكرانيا. النقطة الثالثة، أنه لم يكترث أنفانتينو وجماعته والفيفا بأن يقولوا لترامب أنت يعني الآن تريد أن تكون محط أنظار العالم، وتريد أن تدعي العالم كله. 48 دولة ستجرى في كأس العالم، 104 يعني مباريات المجموعات، ثم الدول الربع النهائي، ثم 16، ثم 8، ثم 4، ثم البطولة. عدد المباريات التي ستجرى خلال شهر 104 مباريات، يعني تغطية يوميا لإلهاء العالم كله برياضة رياضة رياضة. طبعا في أمريكا مو مهتمين الجماعة. يعني أنا عشت بأمريكا وفهم الكالتشر الأمريكي والثقافة الأمريكية، ودرست وخالطت الأمريكان من مختلف
ما عندهم اهتمام. يعني حتى نيلسون اللي هو يعني مركز مهم في أمريكا الإحصاء، وهو يعني يعتمد عليه من شبكات التلفزيون والشبكات الأخبار لمتابعة مدى شعبية أي برنامج يعرض. فهم يقولون نيلسون اللي هي من أكبر الشركات الإحصاء في العالم وفي أمريكا، بأن كرة القدم اللي تسمى بأمريكا ساكر، لأن كرة القدم بأمريكا هي باليد اللي تشوفونها بالأمريكان فوتبول بالجامعات وبالان اف ال، هي باليد تلعب وليس بالقدم. فهذه يسمونها، يفرقون بينها الأمريكان ساكر. طبعا أفضل الرياضة الأولى في أمريكا هي الان اف ال، الفوتبول الأمريكي، الباسكتبول ان بي اي، وام ال بي اللي هو البيسبول. ثم تأتي في المرتبة الرابعة، والبعض يقول في المرتبة الخامسة تأتي كرة القدم. وعلى فكرة يعني المضحك في أمريكا أن كرة القدم النسائية أكثر شهرة من كرة القدم الرجالية. يعني في فرق أمريكية، وخاصة أن أن الفريق النسائي الأمريكي في بطولة العالم لكرة القدم للنساء فاز بكأس العالم. فهي رياضة ما يسمى سكر، أن الأم تأخذ البنات والأولاد الصغار إلى الملعب ليلعبوا سكر. فهي مو منتشرة وليس لها شعبية كبيرة، لأن في رياضات أخرى أهم منها وأكثر متابعة واهتماما ومشاهدة. ستجرى 104 مباريات في 16 مدينة في أمريكا، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. لاحظوا أن أمريكا ستستضيف المدن الأمريكية، راح تستضيف 11 مدينة هذه المباريات. يعني ثلثين المباريات اللي راح تجرى من 104 لكأس العالم لكرة القدم في صيف 2026 ستجرى في الولايات المتحدة الأمريكية. سيحضر من الخارج 102 مليون تقريبا، وستدر على هذه الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية 30 مليار دولار. طبعا ما سألوا أن لازم يكون في يعني تخفيف للقيود. يعني ترامب فرض حظر على دخول مواطنين من 19 دولة، ممنوع، وحظر تقديم طلبات، ومنع الهجرة من الدول العالم الثالث اللي طبعا ضيف أي دولة عالم ثالث، يعني ما في شيء اسمه عالم ثالث أصلا. من الدول اللي تأهلت لكأس العالم منتخباتها إيران وهيتي. سيعطون اللاعبين تأشيرات دخول، والمدربين والمسؤولين في يعني لهذه المنتخبات، الاتحادات كرة القدم في إيران وفي هيتي. ولكن ماذا عن الجمهور اللي بيحضر؟ ما يقدر يحضر. طبعا هني كان العنصرية والانغلاق الأمريكي، إن شلون أمريكا تفتح أبوابها للعالم ولكن في هذه الدول ممنوع الدخول. ترامب هدد ضرب إيران وضرب اليمن وضرب ليبيا، والآن يهدد بضرب فنزويلا. وانتم تعطونا جائزة فيفا للسلام؟ هذا شخص يعني جائزة نوبل لم تعطيه لجنة نوبل، ما أعطت، أنتم تروحون يا فيفا تزلفا وتقربا وانبطاحا تعطونا جائزة مخترعة من لا شيء، ولا بعمر أحد سمع عنها ولا درى عنها ولا حتى يعني فاز فيها إلا ترامب. يعني مفصلينها تفصال حق ترامب لإرضائه وإرضاء يعني الشخصية والأنا اللي عنده، أن أنا أول شخص حصلت، يعني كان جائزة تعويض عن جائزة نوبل لأكبر رياضة في العالم اللي يتابعها يعني يمكن عدة مليارات من البشر. النقطة الأخيرة، طبعا الآن في توجه بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكثر لطفا، أكثر تعاونا. وأيضا يعني اللي كان ملفت أن اجتمع ترامب مع رئيسة المكسيك وكذلك مع رئيس وزراء كندا كارني، والآن يعقدون اجتماع يعني على هامش سحب القرعة، لأن طبعا ترامب هدد كندا أيضا بضمها الولاية 51 وفرض عليها زيادة رسوم، وكذلك هدد المكسيك بضربها، وهدد أي دولة أخرى يرى بأنها تصدر لهم
المخدرات وغيرها بضربة بما فيها كولومبيا، ثم يأتوا فيفا ويعطونا جائزة نوبل أو جائزة فيفا للسلام. أنا بس حبيت أن أسلط الضوء على هذا الازدواجية في المعايير، أن في 3 ازدواجيات في المعايير. أمريكا بلد ما له شغل بالفوتبول، عندهم رياضاتهم المختلفة وفيها كأس العالم للمرة الثانية منذ عام 94. أمريكا الجمهور الأمريكي يعني معظمه ما يهتم بالرياضة الفوتبول، نحن نسميها فوتبول أو كرة القدم، وهم عندهم رياضات أخرى. ابتداع واختراع بدعة جائزة كأس العالم عطوه فيفا لترامب لدبلوماسية السلام. دخلوا هني بالسياسة ويقول لك نحن ما لنا شغل بالسياسة، فأنتوا هذه انترناشونال دبلوماسي، أنتوا قاعد تكافئون ترامب على أنه حقق السلام، ولكن وين السلام في غزة؟ وين السلام في روسيا، في أوكرانيا؟ اللي الآن خطة ترامب هي تنازل أراضي بشكل كبير من أوكرانيا لروسيا. وين السلام في تهديده لفنزويلا وقصفه وقتل مدنيين في قوارب في الكاريبي وفي المحيط الهادي، وآخرهم أمس قتل 4 ليشتبه بأنها في هذه الزوارق الصغيرة فيها مخدرات. يعني هذه الازدواجية لا تليق بفيفا ولا تليق بهذه الرياضة التي يحبها مئات الملايين. كنت اليوم أريد أن أتكلم عن موضوع أهم من هذا، ولكن بس أردت أن أطلع هذا من عندي لأن استفزني صراحة أن أمريكا تستضيف كأس العالم. أمريكا منغلقة، ترامب قاعد يسمي حتى داخل أمريكا مثل إلهام عمر وغيرهم بأنهم الصوماليين يسموهم garbage، زبالة. إلهام عمر نائبة منتخبة يسميها زبالة. يغلق أمريكا على الأقليات السود والملونين والبراونز كما يسميهم، ويمنعهم من الدخول، ويسمح فقط لدخول البيض الذين يتم التعامل معهم بعنصرية في جنوب أفريقيا. فهو يغلق أمريكا يعني وراء قلعة، بسويها قلعة مغلقة، ويطرد كل الآخرين. 32 دولة الآن سيمنعهم ويحضر حظر، يقوم بحظر على دخولهم أو تقديمهم تأشيرات دخول، يمنع الهجرة من هذه الدول، ويغلق أمريكا ويجعلها أكثر انغلاقا وأكثر بعيدا عن التعددية. هذا هو الوضع داخل أمريكا. ثم تأتي فيفا وتكافئ ترامب على لأنه لم يفز بجائزة نوبل ليعوضه لأنه أنهى كما يقول 8 حروب. أشكركم على المتابعة. غدا ألقاكم في حلقة جدا مهمة، هي ماذا يعني معالم يعني الاستراتيجية الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية، أين موقعنا نحن في الخليج والدول والشرق الأوسط من هذه الاتفاقية، من هذه الخطة، من هذه الاستراتيجية الخطيرة التي تخفض أهمية الشرق الأوسط وتصعد أهمية أمريكا اللاتينية. تابعونا غدا إن شاء الله. دعواتكم لأهالي غزة، ونراكم إن شاء الله غدا على خير. السلام عليكم.